السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله على القناة. الفيديو راه باين من عنوانه الليمون المصير المغربي على الطريقة المغربية. طريقة راه سهلة ومكونات موجودة في كل بيت، يعني ان شاء الله تتبعوا الطريقة وراه غادي تنجح معكم 100%. اول حاجه انا خديت هنايا السيترون او الحامض، خديته قشره صالحه للاكل. هذه مهمه بزاف، يا اما كتاخذوا السيترون البلدي يا اما فاش كتكونوا في اوروبا ولا امريكا غادي تاخذوا هذاك اللي هو مكتوبه فيه اورغانيك ولا بيولوجيك، يعني ما كيكونش القشره ديالو فيها مواد كيماويه. يعني تقدروا تاكلوها، راه المصيار معروف بان حنا كناكلوا اللب وكناكلوا حتى القشره، ماشي غير اللوب ديالو بوحدو. كيف كتشوفوا هنا راني غسلتهم مزيان ونشفتهم، يعني ما خاصهمش يكونوا فاسقين، وكنقطعهم على هاد الطريقه على 4، ولكن ما كنوصلش حتى الاخر ديال الحامضه، يعني كنقطعهم غير على هاد الطريقه كيبقاو باقيين شادين في راسهم. المهم الطريقه راه سهله، كنكمل على هاد الشكل، كنزيل هادوك الشوائب الا كاينين. صافي راه ما كنزول لا عظام لا حتى حاجه. كنوجد واحد القرعه ديال الزاج ولا تاع البلاستيك اللي بغيتو، انا كنفضل يكون تاع الزاج وتكون كتسد مزيان، كتسد ارميتيك. هانتوما كتشوفوا غادي نبدا ناخذ هذوك المصيرات وغادي نبدا نستفهم. يعني اولا كندير فيهم الملحه اللي هو المكون رقم 2، يعني المكون الثاني. كناخذ الملحه وكنعمر هذوك السيترونات ديالي وكنبدا نخشيهم في هذيك القرعه، يعني كندكسهم مزيان. هاد الطريقه راه كنديرها لمده يومين حتى 3 ايام. غنقول لكم علاش. لاني كناخذ هذاك المصيرات هذوك السيترونات كيكونوا باقيين قاصحين لانهم باقيين فريش، كنعمرهم بالملحه وكنبدا نحطهم في هذيك القرعه، كنعمرها مزيان وما كنضيف عليهم حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي ضفتها انا على هاد المصير هو عصير ديال حامضه وحده. هانتوما كي كتشوفوا راه بقاو واحد الفراغات، كاينين الفراغات ولكن من بعد غادي يعمروا. يعني هانتوما كي كتشوفوا خديت عصير ديال حامضه وحده غادي نضيفو. هذاك السائل اللي كتشوفوا لتحت راه غير السائل اللي بداو كيطلقوا هذوك السطرونات، يعني انا راه ما ضفت لا ماء لا حتى حاجه، ما كتضيفي والو. هانتوما كتشوفوا دابا انا غادي نسد عليها والغد ليه ان شاء الله غادي تشوفوا بانهم غادي يهبطوا. هانتوما غادي تتبعوا معايا، شوفوا كيف دايرين دابا الغد ليه، شوفوا كي ولاو دايروا رطاب وهبطوا. هذاك السائل راه ديالهم، انا راه ما زدت عليهم حتى شي حاجه. دابا انا غادي نبدا نضيف يعني لمده يومين او 3 ايام، كنبقى نضيف السيترون حتى كتعمر صافي، ما كيبقاوش ما تبقاش واحد البلاصه خاويه في ديك القرعه. كتشوفوا نفس الطريقه. صافي غادي نعمرها وغادي نخليها، راه غادي تشوفوا غادي تعمر بهذاك السائل، واحد الريحان تاع السيترون غزاله. راه كتوجد لي انا دغيا دغيا بهذه الطريقه هذه، ودغيا كيرطبوا ما كياخذوش وقت. ومن طبيعه الحال راكم عارفين المصير لاش كنحتاجوه حنا في المغرب، راه ما كاينش شي وصفات ما فيهمش المصير عندنا حنا في المطبخ المغربي، ضروري منهم. وهاد الطريقه راها يعني كتكوني متاكده اشنو دايره فيهم، ما فيهمش شي مواد حافظه ولا شي مواد كيماويه ولا والو، كتكوني دايرهم على يديك وعارفه شنو دايره. صافي هانتوما كما قلت لكم يومين 3 ايام كنبقى نضيف هذاك المصير، كنحطهم في واحد البلاكار بعيدا عن الضوء والحراره، كنخليهم تما واحد المده كيرطبوا كيكونوا واجدين. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، راها سهله ماهله وضروري غادي تنجح معكم. ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.